الدار أمان، مش مجرد كلمة ولا شعار. والموضوع ما كانش 25 يناير 1952 في إسماعيلية وبس. هنرجع ورا شوية ونفتح دفتر معركة منسية في تاريخنا ومحدش افتكرها. معركة كفر أحمد عبده في السويس، واللي تعتبر شرارة التمهيد لثورة 52 ودور البوليس والشعب المصري فيها. تحديدا في أكتوبر 51 ألغى النحاس باشا معاهدة 36 مع الإنجليز وطالب بالاستقلال، ودي كانت صدمة كبيرة للاحتلال. والموضوع ده ترتب عليه حاجات مهمة، ومنها إن نفوذ الإنجليز زاد في مدن القناة عشان يحموا مصالحهم في قناة السويس. كمان أضرب عمال السويس وعددهم 7000 عامل، وبدأوا في تكوين المقاومة الشعبية مع إضراب مرشدين القناة وعمال الشحن والتفريغ. فحصل شلل كامل للإنجليز ومصالحهم في المنطقة دي. إضراب العمال اليونانيين وعددهم 1200 عامل تضامنا مع أخواتهم المصريين. في نوفمبر 51 أعلنت الحكومة فتح التدريب العسكري للفدائيين والتعبئة الشعبية. بصراحة كده يعني مقاومة صريحة ضد الاحتلال الإنجليزي. بعدها فرض الإنجليز حصار كامل على السويس، وعملوا نقطة تفتيش الكيلو 99 في مصر السويس، كان اسمها نقطة الشيطان. يوم 3 ديسمبر 1951 عربية بوليس فيها عساكر بلوكات النظام اللي هي قوات الأمن، ومعاهم الملازم أول ألفي عثمان. في منطقة المثلث في السويس العربية عطلت، وده كان قدام معسكر إنجليزي بالصدفة، وحس عساكر المعسكر إنه كمين، فضربوا نار على رجالة البوليس ودارت عركة. انضم الفدائيين للبوليس، والإنجليز ساعتها خافوا وانسحبوا، ووقف ضرب نار الظهر. جمع الإنجليز نفسهم بالتعزيزات من قوات المظلات و5 دبابات و20 مصفحة و30 لوري. انت شايف العدد عامل ازاي؟ وانتشروا في السويس بمنطقة المثلث وكفر محمد سلامة والبراجيلي عشان ينتقموا من البوليس المصري، وضربوا نار في كل حتة وعلى أي حد. حشدت قوات البوليس نفسها بقيادة الحكمدار عبد العزيز عوض، وكامل سالم مأمور اسم السويس، والبكباشي أحمد بشندي مأمور اسم الأربعين، ولبيب إسحاق قائد بلوكات النظام أو قوات الأمن. ودارت معركة طاحنة استشهد فيها 16 شهيد من العساكر والفدائيين، واتصاب 68 برضه من العساكر والأهالي. كونستابل فريد يسري من بلوكات النظام كان يوم 3 ديسمبر في الراحة، يوم راحته الأسبوعية، ولما سمع باللي حصل خد طبنجته وانضم للمقاومة في منطقة المثلث. ولما طلقاته خلصت خد بندقية من عسكري وضرب 400 طلقة في نص ساعة، لحد ما وقع من الإنجليز 7 واستشهد في الحال. تاني يوم 4 ديسمبر البلد كلها طلعت تشيع جنازات اللي استشهدوا، وكانت أكبر جنازة للشهيد حنفي زهران. ودخل الإنجليز بالدبابات والعربيات المصفحة، فتحوا النار على الكل، واستشهد 14 واتصاب 29. ودارت العركة من تاني، المرة دي باتحاد البوليس مع الشعب والفدائيين، ووقع من الإنجليز 38 واتصاب 68. يوم 5 ديسمبر 51 نزل المحافظ نظم الجنازات، وخرج تقريبا 20,000 من الأهالي لتشييعها. ووصل القائد الإنجليزي جرين أكر قائد الكتيبة 17 حامية السويس، ينزل المحافظ بانسحاب البوليس تماما من المشهد. بعدها فجر يوم 6 ديسمبر 51 قام الفدائيين بتفجير محطة مية الفلتريشن اللي بتمد معسكرات الإنجليز بالمية، واللي عند منطقة كفر أحمد عبده. بعت الجنرال أرسكين قائد الإنجليزي للمحافظ إبراهيم زكي الخوالي إنذار، وقال له إن القيادة البريطانية قررت هدم كفر أحمد عبده وإزالته من الوجود، وأعطى تعليمات لقيادات الإنجليز ساعتها بتصفية أي فرد من قوات البوليس في الطرق العامة. اجتمع المحافظ وصحبته الحكمدار ومأمور اسم الأربعين والصاغ زكي جبران من البوليس السياسي مع الجنرال ده، وبلغوه برفض الإنذار.
نيابة عن شعب السويس بالكامل، لكنه تمسك بهدم كفر أحمد عبده بالبيوت كلها وخلصوا الاجتماع. وبلغوا وزير الداخلية ساعتها فؤاد سراج الدين اللي اجتمع بالنحاس باشا، وبلغوا المحافظ يدافع عن الأهالي بالبوليس اللي كان كل قوته 400 راجل ببنادق كلها بدائية قصاد مدافع ودبابات الإنجليز. اجتمع اللواء مصطفى بيك متولي ب60 ضابط من ملكات النظام لوضع خطة الدفاع عن الكفر والأهالي. يوم المعركة كان يوم 8 ديسمبر 51. انتشر الإنجليز في كفر أحمد عبده ب10,000 عسكري. انت سامع؟ 10,000 عسكري، نصهم قوات كوماندوز وقوات مظلات على أسطح البيوت، وأكتر من 500 دبابة مع الطيران المنخفض فوقهم، وحوطوا الكفر بالكامل بمعدات نسف عشان محدش لا يطلع ولا يخرج. احتلت المدرعات المنطقة وعزلوا السويس كلها وقطعوا التليفون ومنعوا الدخول والخروج، وبدأوا هدم أكتر من 80 بيت. وواجه 400 من البوليس مع الأهالي أكتر من 4000 عسكري مشاة إنجليزي وجها لوجه. استشهد 13 من رجالة البوليس واتصاب العشرات، ومعاهم المقاومة الشعبية كمان. وأصبح كفر أحمد عبده عبارة عن كوم تراب. بعدها كتبت صحف العالم كلها بتندد باللي حصل، وده خلى الإنجليز يتقدموا للإسماعيلية عشان يتم حصار القناة بالكامل. وبعدها تقوم معركة 25 يناير 52 اللي كلكم عارفينها. فعلا الدار أمان، وهتفضل أمان بإذن الله، وبفضل كل واحد دافع عن البلد دي وراح في ده.